الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا
يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Oradan beni hali sonra. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Уважаемые братья и сестры, от имени нашего Байкальского муфтията Иркутской области, который объединяет всех мусульман, всех национальностей, всех народов в одну организацию, поздравляю вас и от себя лично с наступившим великим праздником Ураза-Байрам, Ид-аль-Фитр. Мы весь месяц соблюдали уразу, подчиняясь Аллаху Субхану ва Тааля. И вот теперь мы пришли в мечеть, собрались, чтобы выполнять их намаз. И
надеемся на обещанные Аллахом Субхану Тааля нам великие награды. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, oruza tutucunun iki suyunu bulur. Ağız açkan vakitinde, iftar vakitinde hem Rabbisi huzuruna varıp onun didarını görgen vakitinde. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что у человека, мусульманина, соблюдающего уразу, две радости есть. Одна радость, когда он ифтар совершает, и вторая радость, когда он встретится с Аллахом Субхану Тааля и получит награды за свою уразу. И мусульман kardeşlerim, biliriz Ramazan Şerif urazasın ihlasla tutkan ham acır sevaplarına umut etken kişilerge kıyamet günde Ramazan ayı şafakatçı bulup gelir. И знаете, уважаемые братья, что для тех мусульман,